بيبدأ الفيلم بأبو بورا صاحب محل الكتب اللي جايله جواب لبنته بورا اللي عايشة في سول من واحد اسمه جوزيف، وبيتصل بيها يزعق لها يقول لها ايه ده يا بت، هو انت حبيتي واحد اجنبي ولا ايه؟ هو انت لسه بتشوفي الافلام الشمال اللي انت كنت بتتفرجي عليها وانت صغيرة؟ فهتقول له في ايه بس يا بابا، هو انا امتى شفت الافلام ديت بس؟ فهيقول لها طب ايه مش هنشوفك بقى؟ فهتقول له حاضر انا بس مشغولة شوية، وهيبعت لها فعلا صورة فيلم هي اتفرجت عليه قبل كده اسمه الحب الحرام. واول ما هتشوف صورة الفيلم هيرجع بيها الذكريات لسنة 1999، السنة اللي هي دخلت فيها الثانوية العامة وبدأت فترة جديدة في حياتها. وهنشوف صاحبتها الأنتيم يوندو اللي عندها مرض خطير في القلب وهتسافر أمريكا عشان تعمل عملية خطيرة جدا في القلب. والغريبة إن يوندو هتقول لها ايه فايدة عملية القلب وقلبي خلاص اتسرق؟ لقيته يا بنت خلاص اللي سرق قلبي اسمه